الحياة كئيبة، الحياة مملة. ما سألت نفسك ليش؟ ما سألت؟ مرة من المرات جلست مع نفسك قلت ليش الحياة كئيبة؟ ليش الحياة فيها هم وغم؟ ليش؟ ما تأملت؟ أما عن نفسي تأملت فوجدت أن الدنيا حلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. طيب إيش اللي يخلي حياتنا حزينة؟ تدري وشو؟ تعاملك مع الناس بحد ذاتهم. الناس إذا تعاملت معاهم بحد ذاتهم راح يخلونك تشوف الحياة يا أنها جميلة أو تعيسة. ما تلاحظ أنه لما تكون حزين فجأة تجيك رسالة من شخص تحبه، تشوف شخص تحبه، تنقلب مشاعرك من تعاسة إلى سعادة، وتظن نفسك أنه أنت أسعد شخص على وجه الأرض، والعكس صحيح. ما تلاحظ أنه لما تكون مبسوط مرة فجأة شفت شخص تكره تنقلب مشاعرك من سعادة إلى تعاسة؟ وهذا خطأ، لأنه تعاملك مع الناس بحد ذاتهم راح يخلون حياتك يا أما سعيدة يا أما تعيسة يا أما حزينة، يلعبون فيك لعب. هذا خطأ. العلاج الأكمل والأمثل والأنفع أنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى فقط في هؤلاء الناس. أي بمعنى شخص أنا أحبه مرة جحدني خلاص، يعني نسى كل الأيام والعشرة اللي بيننا. أنا مو ملزوم، إذا كنت أتعامل مع الله سبحانه وتعالى أنا مش ملزوم أني أروح أقول لفلان يا هو أنت ليش جحدت العشرة، أنا سويت لك كذا وسويت لك كذا وسويت لك كذا. لا، إذا تعاملت مع الله سبحانه وتعالى يكفيني. ليش؟ لأني أرجع خطوة لورا. أنا كنت أتعامل مع مين في البداية؟ كنت أتعامل مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فيا رب أنت تعلم ماذا صنع فلان فأنا سأعفو عنه، وأنت تعلم يا الله ماذا قدمت وغفر الله له. مع السلامة. خلاص، مو لازم أنك تروح تقول له أنا وسويت لا، مش ملزوم منك أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فأنت مش ملزوم أنك تقول لفلان أنا سويت كذا سويت كذا سويت كذا. لذل نفسك بتعاملك مع الناس بحد ذاتهم. تعامل مع الله، فإن التعامل مع الله في هؤلاء هو الغنى. قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالناس فاستغني أنت بالله. وهذا نفس كلامي. إذا أنت عاملت مع الناس بحد ذاتهم راح يودونك في 60 داهية، لكن تعاملك مع الله سبحانه وتعالى راح يغنيك عن هؤلاء الناس. علم؟ ونفس الشيء مع الأشخاص اللي أنت تكرههم. يا الله سأعفو عنه عشانك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا رب عفيت عنه عشانك، مش عشان وجه هذا. وصلت الفكرة؟ ومع الأسف نلاحظ كثير من الناس يقولون إذا الشخص اللي أنا أحبه بس لمح لي كذا مو قصده شيء كذا، قال كلمة أنا زعلت منها تحسست منه، لكن الشخص اللي أنا أكرهه والله ما يهز فيني شعره لو قال لي بصريح العبارة أنا أكرهك. وهذا خطأ. المشاعر هذه لازم تكون إساءة الشخص اللي تحبه وإساءة الشخص اللي تكرهه لازم تكون نفس الشيء، وما راح تكون نفس الشيء إلا إذا تعاملت مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أتعامل مع هذول كما أمرني ربي سبحانه وتعالى بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الرفيعة، ثم إحسان الظن بهم. فإن أساءوا فعليهم إساءتهم، أما أنا فأرجع ورا شوية وأقول كنت أتعامل مع مين في البداية؟ أنا كنت أتعامل مع حبيبي الله سبحانه وتعالى، فأنا أعفو وأسامح وأتجاوز ولا أبرر ولا أذل نفسي عشانهم. كله الله سبحانه وتعالى أكلم الله وأرجع إلى حبيبي فقط لأني أنا مستغني بالله. هذا مش استكبار ولا استعلاء، بل هو استغناء بالله سبحانه وتعالى. وكلامي هذا مصداق قوله تعالى جل جلاله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ماذا قال بعد الله سبحانه وتعالى؟ ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر. تعامل مع الله سبحانه وتعالى فقط، لأن التعامل مع الله سبحانه وتعالى هو اللي راح ينجيك وتشوف حياتك كلها سعيدة، وأنا أضمن هذا الشيء. أما إذا تعاملت مع الناس بحد ذاتهم راح يأخذونك يمنة ويسرى. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أليس الله بكاف عبده؟ وما يكفيك الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي الناس خلهم ما عليك منهم. التعامل مع الله سبحانه وتعالى في الأشخاص هو اللي يخليك عزيز نفس. ما راح يخليك تذل نفسك مع الشخص اللي تحبه، ما راح يهز شعره منك الشخص اللي أنت تكرهه، ما راح تفكر ولا تبالي بأي كلمة جت من شخص أنت ما تعرف أبدا. راح تعيش حياة سعيدة
جميلة مع الله سبحانه وتعالى. عش مع الله، فإن العيش مع الله هو الغنى.